انت مع ولا ضد فكرة التجنيد الإجباري؟ اكيد مع التجنيد الاجباري طبعا، ده خدمه وطن يعني. طب تعرف ايه عن التجنيد الإجباري في مصر؟ ان الواحد اول ما بيخلص الكليه لازم يخش الجيش، او لما بيوصل سن التجنيد بيجي له استدعاء في الجيش. لا، الخدمة العسكرية في مصر قانونها بكل بساطة: 1. خدمة عسكرية إجبارية للذكور. 2. البنات ملزمين قانونيا بتأدية خدمة عامة، يعني في مؤسسات مدنية مش الجيش، ومع ذلك محدش بينفذ الكلام ده. فترة التجنيد للذكور بتبقى من سنة ل3 سنين حسب شهادته. انت عارف لما نقرا في التاريخ نعرف ان التجنيد الإجباري ظهر لأول مرة في العصر الحديث مع حركة تحرير العبيد. ساعتها الإقطاعيين لما حرروا العبيد اشترطوا على العبيد انهم يخدموا جزء من عمرهم في التجنيد الإجباري، وده بيأكد فكرة ان التجنيد هو استمرار لنظام العبودية. لو احنا في حالة حرب يبقى التجنيد مبرر، لكن ايه لازمته وقت السلم؟ وبعدين المجندين دول بيتصرف عليهم فلوس كتير ملهاش اي لازمة. مش الأحسن نصرف الفلوس دي على التعليم أو الصحة أو محاربة البطالة؟ وبعدين الجيوش دلوقتي ما بقتش بتتقاس بعددها، إنما بتسليحها الجيد والتدريب الجيد وبتقدم الأسلحة. الأحسن إن يكون عندنا جيش صغير مسلح كويس ولا جيش كبير ولسه بيستخدم بنادق خشب؟ أنت عارف إن في حوالي 8 مليون مصري دفعوا غرامة التهرب من التجنيد، وده معناه إن حوالي 30% من الذكور تهربوا من الخدمة العسكرية، وده رقم بيكشف إن الشعب المصري غير مؤمن بأهمية التجنيد، وإن الشعب شايف مادام مفيش حرب يبقى نخش الجيش ليه؟ وده مش نقص وطنية، لأ، لأنه بعد هزيمة 67 كتير من المصريين اتطوعوا من نفسهم في الجيش. وانت عارف كمان ان قانون التجنيد بيتعارض مع مدنية الدولة، علشان بيدي سلطة للعسكر على المدنيين، في ان المدني ملزم انه ياخد تصريح سفر وانه ممكن يتحاكم عسكريا، وده معناه ان احنا دولة عسكرية مش مدنية. وانت عارف لو فرضنا ان العمر الانتاجي للمواطن حوالي 40 سنة من 20 ل 60، فلما تاخد منهم سنتين وتضيعهم في الجيش ده بيقلل الناتج القومي 10%. طب لو مش تجنيد اجباري هيبقى ايه يعني؟ ايه البديل يعني؟ البديل هو النظام الاختياري اللي شغالة بيه دول كتير زي أمريكا وإنجلترا وفرنسا وأسبانيا والبرتغال، وبلاد عربية زي السعودية والأردن والمغرب لغوا التجنيد الإجباري. طب هو ايه النظام الاختياري ده اصلا؟ زي أي جيش في العالم هيتكون من قسمين: أول حاجة الجيش الأساسي اللي هم خريج الكليات العسكرية، ودول بيفضلوا طول حياتهم في الجيش لحد ما يطلعوا على المعاش. الحاجة التانية المتطوعين، ودول بقى اللي بيخدموا الجيش بمزاجهم، بتبقى مدة خدمتهم في الأغلب 5 سنين وقابلة للتجديد. لو التجنيد مش إجباري إيه اللي هيخلي الناس تروح أصلا؟ طبعا هتشجعهم حاجات كتير، لأن الامتيازات هتكون مختلفة والمرتب هيكون محترم، وامتيازات تانية زي إنه هيتعلم ببلاش في أي جامعة وبيتعمل له خصم على البنزين، ده غير التأمين الصحي والمعاملة الكويسة. ده بالنسبة للتجنيد الاختياري. وبعدين يعني المصريين مش أقل وطنية من الأمريكان والفرنسيين، المصريين بيحبوا بلدهم جدا، ولما بيحصل حرب بيتطوعوا في الجيش بدون أي مقابل، والتاريخ يثبت ده. تفتكر بقى بعد كل ده مفيش حد هيخش الجيش؟ وإيه فايدة النظام ده؟ انك تكون ما صدرتش حق حد في الاختيار، وهيكون اللي داخلين مؤمنين باللي بيعملوه، واللي داخلين بمزاجهم هيكونوا اكتر احترافيه وخبره. والجيش دلوقتي مش بيتقاس بالكم، فبيركز اكتر على تطوير الاسلحه والتدريبات، لان الكيف اهم من الكم. والجيش ما يكونش ليه سلطه على المدنيين، ويبقى كده بنحافظ على مدنيه الدوله. طب ايه هو هدف الحركه دي بالظبط يعني؟ هدفنا قانون ما يجبرش حد يضيع سنتين من عمره. احنا بنرفض كل انواع الاجبار والعمل بالسخره، وبنرفض مصادره حق السفر والحقوق السياسيه والمدنيه للمواطنين. عايزين قانون ما يميزش بين الولد والبنت، المسيحي والمسلم، اللي ليه اخ واللي ملوش، واللي ابوه معدي 60 او لسه.